تعال اقول لك كلمتين مهمين. عارف مين اكتر حد بيسمعك كلام سلبي وبيأذيك؟ انت. ايوه، انت اكتر حد بتتكلم سلبي مع نفسك، بتسمع نفسك كلام زي السم: انا فاشل، انا خايب، انا ضعيف، انا كذا، انا كذا. خليني اقول لك ان المشكله هنا مش في يعني هي مش مشكله ضعف. هي مش مشكله ضعف، هي بس مشكله ان انت مش فاهم مشاعرك ولا افكارك. والحل في خطوات بسيطه جدا. اول حاجه، حدد المشكله عندك فين. هل في مشاعر غامضه او انت مش قادر تفهمها، ولا في مشكله محتاجه تتحل؟ نمرة 2، شوف ايه الخطوة اللي انت لازم تاخدها. لو هي مشكلة او هي مشاعر، انت محتاج ان انت تفرغ المشاعر دي ازاي؟ او لو هي مشكلة، ايه الخطوة اللي انت محتاج تاخدها دلوقتي؟ الخطوة الثالثة بعد كده، لازم تتقبل نفسك ان انت مش باستمرار طول الوقت قوي. ما فيش حد قوي طول الوقت، لازم احنا بشر ولازم بتمر علينا اوقات قوة واوقات ضعف. فتقبل دوام كويس قوي، وان احنا بشر فمحتاجين ان احنا نتعامل مع نفسنا بشكل اهدى من كده. حب نفسك وسمعها كلام حلو، بلاش يبقى انت اول ناس عليها.